السلام عليكم عشاق السينما فين ما كنتو. على طول تاريخ السينما العالمية كاملين فايت تفرجنا في ابطال خارقين اللي كيديروا الخير وكينقذوا الناس باش ينهيو العالم من الفساد والجريمه. خليني نقول لك عزيزي المشاهد باللي حتى حنا في السينما المغربيه عندنا بطل خارق اللي حتى واحد فينا ما عارفه. بطل ما لابسش قناع ولا عنده قوه خارقه، ولكن ما هو الا بوليسي بسيط ومحقور ساكن في كازا وسط الزحام والظلام والفساد، ولكن مع الوقت ومع الالم غادي يولي اخطر نسخه من راسو. نسخه ما بقاتش باغا ترضى بالسكوت، بل ولات نسخه قادره تنفجر على الذل والفساد والحقره. سيداتي سادتي، حلقه اليوم غادي تكون على فيلم الزيرو من اخراج نور الدين الخماري سنه 2012. غنشوفوا الاسباب اللي خلات الزيرو يتحول من لا شيء لبطل مغربي، واخيرا غنشرح لكم كيفاش احداث الفيلم هي اسقاط الواقع ديالنا اللي عايشين فيه واللي كتخلينا حتى حنا ابطال في حياتنا اليوميه. ربطوا معايا الصمته حيت غنطلقوا دابا في رحله جديده من مراجعه السينما المغربيه. الا كنتي من عشاق السينما والافلام المغربيه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ضروري باش يوصلوك اخر مستجدات السينما المغربيه والعالميه. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو نوصلوه ل 1000 لايك وفرجه ممتعه لكم كاملين. اول حاجه خصكم تعرفوا بلي نور الدين الخماري مخرج وممثل مغربي. من صغره كان عنده شغف كبير بالسينما، وهذا الشغف خلاه في 86 يشد الطريق للنرويج فين بدا كيدير افلام قصيره اللي ربحت جوائز في مهرجانات عالميه. هذا النجاح فتح ليه باب ولوج اكاديميه السينما في اوسلو اللي فيها تعلم بزاف على الاخراج والسيناريو. الافلام ديال الخماري معروفه بالصراحه والجرأه، كتحاول تغوص في العوالم المظلمه ديال الواقع المغربي وكتكشف الفقر، الفساد، الجريمه والحياة ديال الطبقات المهمشة. وبالنسبة ليه دور المخرج ماشي غير كيحكي، ولكن كيواجه ويشخص الواقع باش يحرك المجتمع نحو التغيير. ولكن الشهرة الحقيقية ديالو اللي خلات اسم نور الدين الخماري تشهر عند الجمهور المغربي جات من الفيلم الثاني ديالو كازانيغرا في 2008. في 2012 خرج بالفيلم الثالث ديالو اللي هو الزيرو اللي تعرض في القاعات المغربية وكان كيضم نخبة من الممثلين المغاربة بحال عزيز داداس، سعيد باي، يونس بواب ورفيق بوبكر، الشيء اللي خلاه يحقق نجاح جماهيري كبير ويتصدر شباك التذاكر بفضل القصة ديالو العبقرية واللي المشاهد المغربي عمرو شاف ليها المثيل من قبل. قصة الفيلم كتبدا مع الزيرو، بوليسي صغير ومحقور كيعيش في مدينة الدار البيضاء مع الأب ديالو اللي مقعد وشبعان مشاكل. الزيرو ماشي إنسان اللي عنده طموح في الحياة أو بوليسي اللي عنده مكانة، ولكن بالعكس إنسان كيعيش روتين ممل في الخدمة وكل شيء كيستصغرو حيت مكلف غير بتلقي الشكايات ديال المواطنين. هادشي اللي كيخليه حاقد على كل شيء، وحيت الفساد غير ما غادي وكيزيد كيقرر حتى هو ياخد حقه منه ويستغل الوظيفة ديالو في شي حاجة مربحة. هادي مريم بنت خارجه على الطريق وعشيره قديمه ديال الزيرو، بجوج دايرين خطه خطيره باش يجيبوا فلوس اللي صحيحه. هي كتعرف على ناس لاباس عليهم وكتمشي معاهم، وهو كيوقف عليهم على اساس انه بوليسي وكيقول للضحايا باللي البنت قاصر وغادي يغرقوا ديال بصح. هادشي اللي كيخليه يبتزهم ويخلعهم باش يجيبوا تدويره منهم ويقسموها بجوج. الزيرو من بعد ما نصب على الضحيه وهو راجع للدار كيدوز من حدا واحد المطعم فاخر وكيشوف الكوميسير ديالو واقف مع ناس كبار وعايش الحياة. هادشي اللي كيخليه يحقد ويرجع للواقع البائس اللي كيعيش فيه. لا غد ليه الروتين ديال الزيرو كيتعاود، كيمشي للبيرو كيسمع الشكايات ديال الناس، ها اللي مخاصم مع مرته، ها اللي مضارب مع اخوه، داكشي ممل وكيمرض. حتى كتجي عنده هاد السيده اللي كان باين من الحاله ديالها انها ماشي بحال الناس الاخرين. المراه جات من الخميسات كتقلب على بنتها اللي في عمرها 15 سنه واللي اختفات في ظروف غامضه في كازا. الزيرو كيسمع لها ولكن ما كيعيرش للحاله ديالها اهتمام حيت هادشي جاري به العمل، وغالبا البنات كيرجعوا من بعد ما كيتنادم معهم الحال. الزيرو كيسالي خدمته وكيمشي للطواليط يقضي غرض، ولكن كيجي عنده الكوميسير ديالو الزروالي وكيشدو من نيفو وكيقول له صحابك راسك وليتي شديد ما عايق بك حتى واحد، باغي طير ودير الفلوس بلا بينا. الزروالي جبد له الفلوس من جيبو، رمالو 200 درهم وقال له قول لصاحبتك تبدل بيه داك الماكياج اللي كديرو. الزروالي ولا حافظ الزيرو عارف اش كيدير، واي لعيبه ديال النوار في المدينه خاص الزروالي ياخذ الباي ديالو منها. الزيرو كيخرج ساخط من الخدمه وكيمشي للبس ناز يجيب الكيف لباه اللي مبلي بيه ومطيحو في الفراش. فين ما كيدخل الزيرو للدار ضروري باه ما ينكدها عليه. هادشي اللي خلاه يخرج من الدار كاعي ويمشي للبار باش ينسى ويطيح الراس. فاش كيخرج كيلقى ديك المراه مازال كتقلب على بنتها وكيقرر انه يدير شي حركه ولو بسيطه في الحاله ديالها باش يعاونها ولو شويه.
الفيلم ما عطاناش شخصيه الزيرو كضحيه مباشره، ولكن كيخلينا نحسو باللي التهميش اللي فيه جا من بزاف ديال الاتجاهات. نفسيا الزيرو عنده مشاكل عائليه وشخصيه اللي عميقه، واللي اغلبها جايه من الاب ديالو اللي عمرو عبر له بالمحبه بل عايش حياته في برود عاطفي كبير، وايضا من الحرمان من الام ديالو اللي كيعوضوا بالنوم في الحمام كطريقه للبحث على الحضن ديالها. ومهنيا كيحس براسو مجرد ظل في النظام البوليسي، هادشي اللي كيزيد يخليه حاقد نهار على نهار. لاغد ليه الزيرو هو غادي للخدمه تلاقى مع واحد البوليسي اللي قديم في الحرفه، وفاش بدا كيدي وكيجيب معاه في الهضره كيقول له باللي 37 عام ديال السربيس عمرو دخل شي ريال ديال الحرام لجيبو، وفي الاخير خسروا عليه جالوقه ديال الحديد. وقال له باللي البوليسي المثالي هو اللي كيسد فمو وكيدير داكشي اللي كيقولوا له بلا ما يسول. الزيرو فهم باللي واخا يدير اللي دار ويخدم بنزاهه، راه الوظيفه اللي فيها عمرها غتقدر المجهود ديالو وعمرها غتولي شريفه، حيت المجتمع والفساد هما اللي طاغيين في المدينه. هذا الشيء بالفعل اللي تاكدوا بالملموس فاش الزيرو طلع للبيرو ديالو هز الصوره ديال البنت اللي مختفيه. جاو عنده جوج ديال البوليس وشرح لهم الحاله ديالها، ولكن جاوبوه باستهزاء وقالوا له باللي الناس كيسحاب لهم باللي البوليس ما عندهم ما يدار وغيبقاو مقابلين غير هاد التخربيق. وهذا الشيء بان ايضا حتى فين رجع للدار ولقى باه كلا الكيف. فاش داه للطبيب مخلوع وكيجري بيه لقى الطبابه مسوقينش وشي كيديه لشي، باه كيموت وهما مجمعين كيضحكوا. هذا الشيء اللي خلاه يبدا يبين بوادر السخط على المجتمع اللي فاسد من اكبر الاصغر مواطن. ولكن كتجي واحد الطبيبه ظريفه ومعروفه كداوي له الاب ديالو. الطبيبه كانت هي ديك بصيص الامل في الحياه ديال الزيرو، وكما كيقولوا النور في اخر النفق المظلم. الزيرو كيمشي مع ميمي باش دير واحد التطواج عند واحد الاخ معروف، لكن كتجي واحد المكالمه وكيقول لهم رجعوا غدا. فاش كيخرجوا كيلقاو واحد الدراري معرضين لشي بنات والزيرو كيعتقهم، لكن كيجي راجل اللي خدام مع الباترون ديالو كيديهم. الزيرو كيلاحظ فراشات موشومه عندهم في دارهم وكيبدا يشك باللي شي حاجه ماشي هي هذيك دايره بيناتهم. لغد ليه الزيرو كيشوف ايضا باللي السيد اللي كيوشم مشى للريستو اللي كان فيه الكوميسير الزروالي، وهنا كيتاكد باللي شي حاجه فيها التخلويض كاينه واللي ضروري خصو يعرفها. لاغد ليه هو غادي للخدمه كتوقف عليه الوالده ديال ديك البنت مره اخرى وكتقول له باللي سمعت شي خبر كتقول باللي بنتها شافوها مع شي ناس كبار. الام بدات كتطلب فيه باش يلقى لها بنتها حيت تعذبات بزاف في الدار البيضاء. هنا الزيرو كيتاكد باللي جا الوقت باش يتدخل ويلقى البنت اللي في خطر. هادشي اللي كيخليه يستعن بالكوميسير صاحبه اللي متقاعد واللي كيخليه يبقى يقلب في الارشيف حتى غيطيح في التصاور ديال الراجل اللي خدام في الريستو ومعاه البنات واش من نفس الفراشه. وهذا غادي يكون اول خيط غادي يتبعو الزيرو. كيمشي عند مود التطواج وكيبغي يجبد منه الهضره غير بالريط، ولكن كيعيق به وكيخرج منه بلا ما يعرف والو. هنا كيقرر انه يمشي في طريق اخرى واللي هي يمشي للمطعم ويكتشف بعينه شنو كاين، ولكن للاسف كيجريو عليه من بعد ما رونها ديال بصح. هذا الشيء اللي كيخلي الكوميسير الزروالي يسلخو عصا ويحضروا باش يبقى بعيد على طريقه، ولا غادي يدخل راسو في معمعه ماشي قدو وصعيبه عليه. الزيرو كيعرف راسو باللي تورط مع مافيا الفساد اللي في المدينه ووصل لمرحله اللا عوده. هادشي اللي كيخليه يصيفط صاحبته ميمي لمدينه اخرى باش يبعدها على الخطر ويقدر يكمل طريقه. من بعد هادشي كيرجع للدار باش يوجد راسو، الا انه كيتصدم فين كيلقى الاب ديالو فارق الحياه وطايح في الارض. الزيرو رغم علاقته المعقده مع الاب ديالو الا انه كان عائلته الوحيده اللي بقات له، واللي على قبله كان كيبقى بعيد على المشاكل وساكت على الدل. ولكن حيت مشى الزيرو غادي ينفجر على المجتمع، على الفساد وعلى الرؤساء ديالو، وغادي يولي متمرد على النظام ماشي كبطولة ولكن كصرخة أخيرة باش يحس براسو باقي موجود وعايش. هنا كيقرر يبدا مهمة ايجاد البنت المختطفة، حيت الا لقاها غادي تكون الحياة ديالو اخيرا ولات عندها معنى وغيقدر يقول باللي درت شي حاجة اللي تستاهل انني نعيش على قبلها. الزيرو كيمشي عند مول وشام حيت هو الخيط الاول باش يلقاها، غادي يربطو مع الحيط وغادي يدير فيه داكشي اللي حتى شي واحد ما قدر يديرو باش يهدر. ولكن الزيرو ما مسوقش، عرف منه باللي المطعم ما هو الا واجهة المافيا للتجارة في البشر، وتماك فين كطرى العمليات ديالهم كلها. الزيرو كيمشي للمطعم كيتسلل للداخل ديالو فين كيتصدم فاش كيلقى بنات صغار بزاف كل وحده شادها راجل كبير اللي غير من المظهر باين اللي لاباس عليهم وناس كبار في المجتمع. ما غاديش نحرق لكم شنو دار الزيرو بالضبط باش قدر انه يعتق البنت المختطفه والبنات اللي معاها، بغيتكم نتوما تفرجوا وغتعرفوا كل شيء. ولكن المهم هو انه قدر يتحدى الفساد ويعتق البنات المختطفات ويردهم لعائلتهم. لكن ما تزربوش، الحياه ماشي ديما كتسالي بنهايات سعيده. الزيرو
الزيرو كان بصح بطل وظن باللي هذه هي النهايه، ولكن ما دارش في بالو باللي هذه نهايه للفساد والنهايه ديالو ايضا. الفساد كيكون متجذر في المجتمع، يعني الا قضيتي على جدر غادي يبقاو بزاف منه. كيجي مول التطواج وكينهي الحياه ديال الزيرو عاش وحيد، قاتل وحيد ومات وحيد. الحاجه الوحيده اللي تبدلات هي انه مات فرحان بانجازه وبايجاد حب الحياه ديالو. النهايه ديال الفيلم كانت نهايه اللي كتليق به وكتكمل الرساله ديالو. المخرج عطى واحد التطور خطير للزيرو اللي بدا به كشرطي فاسد وما عنده حتى مكانه في المجتمع. البطل من بعد ما عتق البنات ورد البنت ناديه للام ديالها اللي تمحنات بزاف. شخصيه الزيرو مع كل الكآبه والضياع اللي كتعيشو باقيه فيها الانسانيه، بحال الا كيحاول يقول للعالم انا باقي كاين وقادر ندير بزاف ديال الحوايج. انا ماشي زيرو كيف كتقولوا. واصراره على ايجاد البنت المختفيه ماشي غير مساعده ولكن تحدي مع راسو، مع الحياه، مع الناس اللي شافوه زيرو. هذا الاقتحام الجريء خصوصا بعد وفاه الاب ديالو كان بحال لحظه فاصله بين الرغبه في النجاح والرغبه في الهروب وانهاء الحياه ديالو. بطبيعة الحال الفيلم بحال جميع الافلام غير كامل وفيه بزاف ديال الانتقادات اللي طالوه على طول العرض ديالو. في الفيلم كاين واحد التسرع في السرد ديال الاحداث خلى السيناريو في بعض اللحظات يبان مفكك وماشي متماسك. الكتابة الدرامية كانت كلها مركزة على شخصية الزيرو ومن خلاله تابعنا القصة، لكن في واحد اللحظة دخل في واحد العلاقة عاطفية مع الطبيبة بحال الا المخرج بغى يقول لنا بزاف ديال الحوايج من هذا الموقف. الحوار ديال الطبيبة كان باهت وما فيه حتى شي تأثير، الاحداث دازت بلا تصعيد وهذا الشيء شوش بزاف على السرد. وزيد عليها الفراشه اللي كانت موشومه على واحد الشخصيه اللي ما فهمناهاش علاش، شنو العلاقه ديالها بالقصه، واش هاد الفراشه كترمز لشي حاجه. التفاصيل الصغيره بحال هادي هي اللي كتزيد قيمه للفيلم وكتعطي واحد الجمال اللي كبير. نور الدين الخماري في ثلاثيه افلام ديالو على الدار البيضاء كيركز على عكس واقع الدار البيضاء كما هو، وهذا الشيء اللي كان في الزيرو فين عكس واقعيه الشارع، لا من ناحيه الكلام النابي لا من ناحيه الشكل ولا التمثيل. وهذا الشيء بالضبط اللي خلاه في مرمى نيران الانتقادات اللي نعتاتو بفيلم ساقط وخارج على الاعراف المغاربه. وهذه كانت هي المراجعه الكامله للفيلم المغربي الزيرو. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم على الفيلم في لي كومونتير. واش نتوما مع الناس اللي كتشوفوا باللي الفيلم من طراز العالي ويستاهل، ولا مع الفئه اللي كتقول ان الفيلم لا علاقه وما يستاهلش؟ ولا بغيتو نهضروا على اي فيلم مغربي ما تنساوش تخليوه لي حتى هو في لي كومونتير. كان معكم حسام من مروكن موفيز اركايف ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.